هو أسامة أبو علي ماشي؟ طب ولو ماشي البديل بتاعه مين؟ طب ولو البديل جه هل بن شرقي هيكمل؟ ايه موضوع ان بن شرقي عايز يفسخ عقده والكلام اللي احنا سمعناه ده؟ طب المهم بقى في كل ده برضه مين قاعد ومين ماشي؟ طب وسام وخلاص، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، طب موضوع محمد هاني ايه؟ حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر. النهارده بقى وفي الحلقه دي هنهي لك الجدل على كل الاسماء اللي قلت لك عليها، ومن الاخر كده هنشوف مين اللي ماشي ومين اللي ان شاء الله مكمل مع النادي الاهلي. فقبل ما نبدا الحلقه صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، ولو انت اول مره بتتفرج علينا اوعى تنسى تفعل زر الجرس عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بيها اشعار. ومن غير كلام كتير يلا نخش في الحلقه التقيله قوي دي. خلينا نبدا بالموضوع الاهم بالنسبه لي وبالنسبه لك وبالنسبه لنا كلنا، وهو رحيل وسام ابو علي. وسام ابو علي مكمل ولا لا؟ وسام حتى الان العروض اللي جات له تقريبا لم تتخطى ال 7 مليون دولار. كان في وقت من الاوقات قلت لك وكل الناس اتكلمت على موضوع ان في عرض وصل ل 10 مليون والكلام الجميل ده كله، ولكن حتى الان رسميا، وطبعا مش رسميا قوي برضه لان مفيش حاجه جت للنادي الاهلي رسمي، وهي تقريبا 7 مليون دولار. طيب لو فضل العروض موجوده كده لحد 7 مليون دولار الاهلي مش هيوافق على بيع وسام ابو علي. وفي اتجاه او مش اتجاه، هو غالبا بنسبه كبيره جدا كابتن محمود الخطيب هيتكلم مع وسام بعد العوده من الاجازه اللي هي 18 يوم اللي اللعيبه كلها واخداها، هيتكلم معاه في تعديل عقده، وان شاء الله يكون كمان تمديد عقده مش تعديل بس. التعديل ده هيكون عباره عن ايه؟ وسام لما كان في سيريس السويدي كان بياخد تقريبا 250 او 300 الف دولار في السنه. لما جه النادي الاهلي عقده بقى 750 او 700 الف دولار في السنه، وده رقم كويس. ولكن دلوقتي بعد العروض اللي جايه دي غالبا وسام لو هيتم تعديل عقده هيبقى تعديل للفئه الاولى، يبقى زيه زي الاجانب. هو يعتبر طبعا اجنبي بس طبعا عشان ايه؟ اخواتنا الفلسطينيين بيتحسبوا في مصر ان هم زيهم زينا بالظبط. فوسام ابو علي مش محسوب علينا اجنبي، فدي طبعا حاجه كويسه جدا. وسام هيبقى عقده المفروض ياخد في الموسم مليون ونص دولار. الله اعلم كابتن محمود هيتفق معاه على ايه، وبالذات كابتن محمود الخطيب والاداره بشكل عام في النادي الاهلي. مليون ونص رقم كويس جدا بالنسبه لوسام. وسام ابو علي فيرود قوي جدا وفيرود صعب قوي ان انت تفرط فيه. ولو وسام كان نيته ان هو يخرج، واعتقد ان ده ممكن يكون وارد جدا، يعني وسام يعني مش هيبقى يعني خلاص شاري الاهلي 100%، مش بتكلم على حاجه، ولكن هو في الاول وفي الاخر لعيب محترف. المهم ان وسام لو قرر ان هو لا عايز يحترف وعايز يطلع بره ويشوف الاحتراف الاوروبي، ساعتها الاهلي مش هيقبل باقل من 10 مليون دولار. 10 مليون دولار ده عشان تبقى فاهم برضو اللي هو ايه، فتح كلام مبدئيا كده 10 مليون دولار. كمل بقى الامتيازات وكمل بقى نسبة إعادة ما بعد البيع والكلام اللي أنت فاهمه ده كله، والبونص بقى والحاجات اللي هو لو سجل كذا في الموسم ولو لعب نسبة كذا ناخد إحنا فلوس كذا، القصة اللي أنت فاهمها دي يعني. فده بالنسبة لأسامة أبو علي وبالنسبة لتعامل النادي الأهلي مع أسامة أبو علي. طيب لو وسام خلاص عرفنا نوصل معاه الحل وقدرنا إن إحنا نمدد عقده ونعدله، يبقى كان بها وزي الفل وسام مكمل معانا. طب لو وسام مشي مين البديل بتاعه؟ البديل بتاعه يا سيدي هو الحملاوي، أسعد. سويدي فلسطيني الجنسية أو فلسطيني الأصل وسويدي الجنسية. عنده 25 سنة، مواليد عام 2000، وبيلعب في الدوري البولندي على ريحة كده حبيبنا اللي زعل الزملكاوية لما جه، برونو سافيو. والله كنت ناسي اسمه. المهم اسد الحملاوي لعيب كويس. في ناس شافوه السكاوتنج اللي جاب وسام ابو علي واللي جاب جراديشار، هو اللي شاف اللاعب ده. بصراحه انا شايف ان اللاعب ده لو انت قدرت تجيبه ده يبقى مكسب حتى لو وسام موجود. ايه المشكله يا عم؟ واحنا لاقيين فراوده؟ احنا مش لاقيين فراوده. بدل ما انت تروح تتكلم مثلا في اسامه فيصل او تتكلم في محمد شريف او لا، روح يا عم شوف اسد الحملاوي ده. الراجل ده يبقى محسوب عليك فلسطيني، يعني مش هيتحسب عليك اجنبي برضه. الراجل ده سيدي لعب الموسم الحالي مع في الدوري البولندي، سجل 7 اهداف في 16 مباراه، قيمته التسويقيه مليون يورو، طوله 188 سم، وبيقولوا ان هو هيدر كويس. انا بصراحه شفت له لقطتين ثلاثه كده، هو كويس، ولكن مهاريا على الارض بصراحه وسام ابو علي في حته ثانيه خالص. الراجل عنده 25 زي ما قلت لك، مواليد 2000، وده سن كويس جدا. هل ده هنقدر نجيبه ولا لا؟ هل ده مناسب لينا ولا لا؟ كل ده متوقف على ما سوف يحدث مع وسام ابو علي. ودي كده القصه بتاعت وسام كلها. اللاعب اللي بعد كده اللي بالنسبه لنا مهم قوي وهو المغربي اشرف بن شرقي. ايه موضوع اشرف بن شرقي؟ في ناس طلعت قالت ان الراجل هيفسخ عقده، وناس بتقول ان هو متضايق انه ما بيلعبش والكلام ده كله. في تصريحات طلعت كانت بعد مباراه النادي الاهلي مع نادي بورتو،
بن شرقي كان متضايق جدًا، في ناس بيقولوا إن هو عيّط، أنا ما شُفتش طبعًا الكلام ده، ولكن دي كلّها تصريحات متداولة، وإن الراجل متضايق جدًا إن الحتّة دي حتّته والمكان ده مكانه، والأهداف اللي جات له دي اللي هو ما قدرش يسجّلها، دي لعبته ودي حاجته، والراجل كان متضايق وزعلان، ولكن كل ده ما لوش علاقة خالص بفَسخ أو لأ، الراجل لسه جاي لك ولسه ما عملش حاجة، وبصراحة أنا انتقدت أشرف بن شرقي الفترة اللي فاتت كتير، ولكن هو كقيمة فنية ما حدش يختلف عليه أبدًا، حتى أنا لمّا جيت باعمل الفيديو بتاع التشكيلة اللي أنا متوقعها للموسم اللي جاي، حطيت أشرف بن شرقي أساسي وتريزيجيه دكة، ليه؟ لإن حرفيًا يا جماعة بن شرقي قوي جدًا مهاريًا، لعيب جامد أوي، لعيب عارف مكان الجول، أي نعم تريزيجيه كويس برضه، ولكن أنا بالنسبة لي إن يكون في منافسة في المركز ده ب2 بالتُقل ده، دي قيمة كبيرة جدًا، وخصوصًا إن أشرف بن شرقي ممكن تلعبه في أي حتة تاني، تريزيجيه نفس الكلام، الاتنين يقدروا يلعبوا في كذا مركز، ولكن أنا ما باحبش موضوع مش اللامركزية أو الموضوع اللي هو إيه الجوكر يعني، بصراحة ما ليش فيه أوي يعني، أحب كل واحد يلعب في مكانه. المهم إن شاء الله بن شرقي مكمّل معانا عادي، ما فيش أي حاجة، فُكّك من اللي بيقول لك أصل ده هيفسخ عقده، أصل ما أعرفش إيه، الراجل لحد دلوقتي كويس، كويس، هو ما بقاش توب التوب، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية يقدر يجيب مستواه، يريّح ذهنيًا، إحنا اتضغطنا جامد، الراجل جالنا نُص الموسم اللي فات، اتضغطنا جامد جدًا، موسم كان بجد صعب أوي، ما قدرناش ناخد دوري أبطال أفريقيا ورُحنا كاس عالم، اتضغطنا، الحمد لله النهارده أو الفترة دي pre-season تقريبًا بعد 10 سنين غياب، غالبًا إحنا آخر مرّة عملنا pre-season أو عملنا ماتشات وخدنا أجازات كان تقريبًا من 2014، فبن شرقي إن شاء الله مكمّل معانا وسيبك بقى من كل اللي بتسمعه ده، وإن شاء الله يجيب مستواه الموسم اللي جاي ويبقى في تنافسية كبيرة جدًا ما بينه وما بين تريزيجيه. محمد هاني وعرض خرفكان الإماراتي أو بمعنى أصح يعني الإعارة لمدة موسم مقابل 550,000 دولار. إيه اللي حصل يا عم الهجوم الكبير اللي جه على محمد هاني؟ محمد هاني في ماتش بورتو بالذات يا جماعة على فكرة لو رجعت للماتش تاني واتفرجت عليه، محمد هاني ما كانش كارثي، راجل عامل assist طلع في كذا هجمة، كان بيلعب عليه لعيب جامد جدًا اللي هو مورا، لا، لأ، يعني في سكواد قوي أو في هجوم قوي من بورتو اللي هو الهجوم اللي سجل 4 أهداف، فمحمد هاني لأ، ما كانش بدرجة السوء اللي أنت متخيلها، ولكن بالنسبة لي هاني في كأس العالم ده مش زي هاني في كل كؤوس العالم اللي فاتت، لأ، هاني المرة دي ما كانش أقوى حاجة بصراحة. اتهاجم جدًا، اتضغط جدًا، وارد الإعارة بتاعة النادي الإماراتي دي ممكن تبقى حاجة ليه يفصل بيها، وبرضه ماديًا بالنسبة لنا هتبقى كويسة. طيب النادي الأهلي اتجاهه إيه بالنسبة لمحمد هاني؟ النادي الأهلي لا يمانع في إعارة محمد هاني، ولكن مش ب550,000 ممكن تزودها شوية، ممكن توصل ل650 توصل ل700,000 وساعتها الرقم ده أعتقد إن هو رقم صفقة أصلًا. لو جيت اتكلمت في ياسين مرعي، لو جيت اتكلمت في أسامة فيصل، اتكلمت في الناس دي كلها أنت بتتكلم في 40 و50 مليون جنيه، يعني داخل على المليون دولار، فلو بعت محمد هاني إعارة سنة بالرقم ده، لأ بصراحة دي حاجة كويسة جدًا، محمد هاني ساعتها يفصل شوية، يروح الأجواء الإماراتية، يلعب بهدوء، يرتاح نفسيًا، ويرجع لنا تاني فريش، وفي نفس الوقت أنت كده مطلوب منك إنك لازم تشوف باك يمين وباك شمال تحت أي ظرف من الظروف، محمد هاني مشي، محمد هاني كمّل، لازم تشوف. طيب محمد هاني في حالة رحيله عمر كمال كده هيكون مكمل معانا، وبالمناسبة عمر كمال رأي الراجل فيه ورأينا كلنا فيه هو رأي واحد، عمر كمال مش باك يمين، عمر كمال ما عندوش السمات الدفاعية، بالعكس هو سريع، جرينتا، قوي، بيخش يكمل لقدام ويشوط ويلم وما اعرفش ايه وبتاع، فهو عنده حتة المهارة أو عنده حتة الإمكانيات الهجومية والقدرات الهجومية، ولكن مكانه كجناح مش هينفع يكون موجود في الأهلي كجناح، فحتة إن هو يكون باك صعب أوي، ولكن لو محمد هاني مشي الراجل ده هيكمل. كريم فؤاد لما يرجع من الإصابة هنشوف ساعتها إيه اللي هيتم معاه، هل كريم بعد الاتنين صليبي هيفضل هو كريم فؤاد قبل الاتنين صليبي والّا لأ؟ كل ده هيبان. خالد عبد الفتاح خلاص مش مكمّل مع النادي الأهلي، سواء كان بقى عايز يلعب خط في سيرد باك أو يلعب باك يمين، الراجل كده مش هيكمّل معانا، فاللي هيكون موجود معاك ناحية اليمين عمر كمال وكريم فؤاد، وهتشوف واحد أعتقد هو الأقرب وهو أحمد عيد الباك سوري الباك اليمين اللي كان في نادي الزمالك وحاليًا في نادي المصري البورسعيدي. كان في 2 باكات كمان معروضين على النادي الأهلي، خالد عوض من طلائع الجيش وهشام صلاح من نادي البنك الأهلي، كل اللعيبة دي لسه طبعًا الراجل هيتفرّج أو هيشوف مع الscouting مين هينفع ييجي، مين لأ، مين مناسب إنه يلعب في النادي الأهلي، مين هو محتاج السمات بتاعته أو شايف إن هو لعيب كويس، كل ده طبعًا مع شكري، ولكن إن شاء الله شكري بنسبة كبيرة جدًا تكاد تتخطى ال95% الراجل موجود في الأهلي، ولكن يا إما على سبيل الإعارة لمدة موسم مع حقية الشراء، يا إما الشراء على طول، وأعتقد إن النادي الأهلي هيمشي جنب الحيط في الموضوع ده، وليه مش عارف هو ليه ما عملش كده مع داري بغض النظر يعني، ولكن هي إعارة لمدة موسم، هو تقريبًا ما عملش كده مع داري لأن داري ما كانش في نادي تقريبًا، مش فاكر والله.
الله. المهم هتبقى إعارة لمدة موسم مع نية الشراء أو أحقية الشراء، ساعتها هتشوف الراجل بقى لمّا ييجي معاك هل هيتألق، هل هينسجم، الكلام اللي أنت فاهمه ده كله بتاع النادي الأهلي يعني. أشرف داري وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة. حسين الشحات بالأخص جاي له عروض من الإمارات، لو كان في عرض كويس النادي الأهلي هيبيعه، بس ما أعتقدش إن الأهلي هيبيع حسين الشحات بأقل من 2.5 مليون دولار، لأن أنت برضه كنت جايبه برقم كبير، والراجل وقتها اتخلى عن رقم كبير في العين الإماراتي، فحسين لو هيمشي على الأقل بالرقم ده وهيروح الإمارات. بالنسبة لمحمد مجدي قفشة ما فيش عروض. هل ممكن حد من الدوري المصري يخش يبقى عايز يشتري قفشه؟ هل انت قفشه هتحتاجه ولا لا؟ لسه كل ده لم يتم الاتفاق عليه. طب اشرف داري، اشرف داري اعتقد انه نفس الكلام. اشرف داري لو قدر ان هو يجيب عرض خلاص هيمشي، لكن الاهلي مش شغال على تسويقه ولا فارق معاه، واشرف داري موجود زي مش موجود بصراحه يعني. راجل بيتصاب كتير، الراجل لسه ما اثبتش حاجه، والاهم بالنسبه لي انه واخد مكان اجنبي، وانا حوار الاجانب ده بصراحه منرفزني قوي. مخليك محصور كده، او يعني فاهم، عمال تلف في دايره صغيره كده ومش عارف تعمل ايه في حوار الخمسه الاجانب ده. فده بالنسبه لاشرف داري، وبالنسبه لحسين الشحات، وبالنسبه لمحمد مجدي قفشه. حمدي فتحي يا جماعه خلاص الموضوع خلص. حمدي فتحي خلاص كان جاي لنا اعاره 3 ايام، لعب فيهم الثلاث ماتشات واتكل على الله، رجع بلده قطر وخلاص الموضوع خلاص انتهى. حمدي فتحي رجع الوكره مفيش اي كلام. هل هنجيبه هل لا؟ خلاص الموضوع خلاص خلص. حمدي مش لاعب في النادي الاهلي اصلا، فاهمني؟ بالنسبه لاحمد عبد القادر كان في كلام في الاول ان الاهلي عايز يجيب حمدي فتحي ويبدله باحمد عبد القادر. احمد فتحي خلاص سوري حمدي فتحي خلاص طلع من القصه دي. احمد عبد القادر دلوقتي النادي الاهلي لسه بيفكر هل هتحتاج احمد عبد القادر ولا لا. احمد عبد القادر كقيمه فنيه هو لعيب جامد جدا، مفيش اختلاف عليه، بس ذهنيا هل هو تمام؟ الراجل ده هل هيمشي ولا لا؟ هل هينفع مع النادي ولا لا؟ كل ده هيتم دراسته الفتره اللي جايه، خلال الاجازه بقى هتفتح ملفات كتير جدا الاهلي لسه هيفكر فيها. ولكن احمد عبد القادر بنسبه كبيره جدا لو مشي من النادي الاهلي يعني ما تتفاجئش لو لقيته سواء كان في زمالك او في بيراميدز، هو مش بعيد، بس لو الاهلي شطب معاه ساعتها هتلاقيه يا اما في زمالك يا اما في بيراميدز. موضوع على الهامش كده عايز اتكلم فيه، وهو حسام عبد المجيد، تقريبا احسن مدافع في مصر دلوقتي. طبعا اصابه عبد المنعم ربنا يقومه بالسلامه. حسام عبد المجيد دلوقتي حاجه روعه الروعه يعني. الناس خايفه ان حسام عبد المجيد يجي الاهلي. انا يا عم راجل اهلاوي بقول لك اتمنى حسام عبد المجيد اشوفه الاهلي، ولكن انا يبقى عندي لاعب ولسه في عقده موسم تقريبا، موسم ولا اتنين، اعتقد اتنين كمان. عندي لاعب في ناديه وخايف ان انا اوديه الاهلي وهو اصلا لسه معايا تقريبا ولسه فاضل له موسم، اعتقد ينفع يمضي في واحد بقى. طب ما انا اتكلم معاه زي ما انت مثلا في نادي الاهلي عندك وسام وبتتكلم معاه وانك عايز تجدد له وتعدل له عقده، ما تعمل كده يا عم مع حسام عبد المجيد. هو انت مش عارف تحل مع حد؟ لا اللي عندك ولا اللي مشيته. يعني اللي مشيته بيرفع عليك قواضي ويجيب منك فلوس، واللي عندك مش عارف ان انت تتكلم معاه وتجدد له. يا عم جدد له يا عم، عدل له عقده، خليه فيها اولى، او شوف انت الفئات عندك ماشيه ازاي، علي له المرتب بتاعه عشان يفضل قاعد معاك. يعني اعتقد ان ده بديهيا جدا في ظل ان انت مفيش اصلا مدافعين في مصر. فحسام عبد المجيد مكسب كبير جدا لاي نادي. يا اما انت لو مش هتقدر تعمل كده بيعه بسعر عالي لفرقه بره، والله لو رجع الاهلي بره عنك بقى الموضوع مش هيبقى بتاعك، انت كده سبته زيه زي امام عاشور وبن شرقي. فشوف هل انت تقدر تعمل كده او كده، بس ان انت تفضل سايبه في الاخر يجي الاهلي ما تبقاش ترجع تعيط، او بلاش الاهلي ان هو يسيبك برضه ما ترجعش تزعل، لان ده بيبقى سوء اداره منك انت. واخر موضوع عايز اتكلم فيه وهو توقيع رونالدو مع نادي النصر السعودي لحد موسم 2027 مع رئيس النادي اللي فعلا بذل مجهود كبير جدا عشان خاطر يخلي لاعب بقيمه رونالدو يكمل في النصر السعودي لحد 42 سنه من عمره. بجد رقم يا جماعه خيالي، رقم مرعب، والراتب كمان مرعب. الراجل ما شاء الله تقريبا دلوقتي هيتقاضى اكتر من 183 مليون يورو. يعني لو جيت حسبتها بالمصري ما اعتقدش الموضوع هيبقى ينفع اصلا انه يحصل. هتيجي تكتب على الاله هيقول لك انت بتقول ايه. يعني ربنا يزيده طبعا. رونالدو لعيب كبير جدا، مكسب كبير جدا لنادي النصر السعودي، سواء كان بقى فنيا اعلاميا تكافح حاجات كتير قوي. اللي عنده رونالدو في النادي ده مش مكسب بالنسبه للفني بس، طبعا هو لعيب كبير جدا، ومهما حصل ومهما كبر في السن هيفضل هو كريستيانو رونالدو زيه زي ميسي. برضه ميسي لعيب كبير جدا ومفيش اختلاف على الاثنين، وانا بالنسبه لي الاثنين لا يقارنوا ببعض ولا يقارنوا باحد. الاثنين دول في حته تانيه خالص عن كره القدم وعن كل حاجه، اساطير وامثله بجد مش هيجي زيها تاني في كره القدم، او والله اعلم لو جت هيبقى امتى بقى. فرسميا
كريستيانو رونالدو مكمّل في نادي النصر لحد 42 سنة، والtarget بتاعه إنه يوصل ل1000 جول، وفاضل قد إيه على ال1000 جول؟ فاضل 44 جول بس، فأعتقد إن الموضوع قريب مش بعيد، وارد جدًا ييجي الموسم اللي جاي يخلّص الموضوع ده، وإن شاء الله رسميًا كده رونالدو هيلعب كأس العالم 2026 في أمريكا. وإلى هنا أعزائي السادة والسادة بتنتهي حلقة النهارده، الحلقة الخاصة بالراحلين واللي مكمّلين في النادي الأهلي، موضوع وسام أبو علي، حسين الشحات، وبقية اللعيبة، وراتب رونالدو في النصر السعودي. قبل ما نقفل الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي وتقول لنا رأيك في الحلقة، وتقول لنا رأيك في موضوع وسام أبو علي بالذات، وهل أنت مع إن الأهلي يستفاد منه ماديًا ب10 مليون أو 12 مليون دولار، ولكن أنت مش فارق معاك الفلوس والأهم عندك إن اللاعب يكمّل. صلّي على النبي في الكومنتات اوعى تنسى. دمتم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع أخوكم عبد الرحمن بكر على قناة صايع كورة، وسلام عليكم.